السلام عليكم متتبعي الملاليه كويزين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم ولا غنوجد معكم الشفنج. هذا الشفنج غادي نوجدوه بهذا الطحين هذا. الناس ديال هولندا راه كاين هنا عندنا هذا. الهولنديين تيديروا به الشفنج ديالهم كما كتشوفوا، هذا كيزيدوا عليه الزبيب. المهم هذا الطحين راه فيه كلشي، واللي ما عندوش هذا سبحان الله الناس برا هولندا الطحين عادي مع الخميره ومع الملحه وشويه تاع السكر وهذا هو. المهم هذا راه فيه الخميره فيه كلشي، انا ما غنزيد عليه حتى حاجه من غير الماء. عندي هاد الباكيه هادي ديال نص كيلو، وعندي هاد الكاس هذا ديال الماء تقريبا احتوى عليه شي نص كيلو قل شي حاجه. على بركه الله غادي نجيب هذه ديالي فاش غادي ندير كما كتشوفوا. ما غندلك وما غندير له حتى شي حاجه، غنخلط وغنخليه حتى كيخمر، وديك الساعه عاد نديه ونجيبو ونخليه يخمر النوبه الثانيه، وديك الساعه نحطيه في الشفنج ديالي عادي على بركه الله. بسم الله. هذا الباكيه بانت لي بلا ما عرفت الضوء ما واضحش. المهم هكا كان سبقني وحليته درت فيها الخوج وجاتني ديال الزرع، وعلى الله حتى هذا يكون توا الزرع نديرو الشفنج ديال الزرع. داكشي بانت لي شويه ما دايره شي ما بيضاش ما نعرف. لا هذا ماشي ديال الزرع. انا كما كتشوفوا ديك الكاس كامل خويته على بركه الله. بسم الله. ساهل ماهل. نشوف واش خصني الماء ولا بركه. غادي خصني واحد شويه، هي هذيك كنبلو نص لتر ديال الماء. خصني الماء. المهم نعجن العجينه ديالي ونتلاقاو. ها نتوما كما كتشوفوا راه كاع ما كندلكو غير خلطو صافي. المهم ما يبقاش يبان لكم الطحين باقي مدير ما تخلطش وصافي. اما كاع ما تمعلاو مع العجينه والله. انا لقيت ليها الحل ولقيت ليها السر ديالها، وهو ملي كترتاح وتعاودوا تديوها وتجيبوها صافي تخليها تخمر ديك الساعتين فين. هذاك هو الحل ديالها. ما ديك الدليك كنا كندلكو شحال هادي والله كاع ما بقى محتاج كاع الصراحه الله. انا هذه الطريقه كنديرها من شحال هذه والله. انتما كتشوفوا خلطوا صافي ونخليه حتى كيطلع فيه الطلعه الاولى يخمر، وديك الساعات هي فين غادي نديو ونجيبو ونخليه عاود يخمر النوبه الثانيه. ومنين يطلع فيه الخميره نبدا نطيب ان شاء الله يا ربي باش ما نطولش عليكم. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا ها الشفن ديالي راه هذه النوبه الثانيه اللي خمر النوبه الاولى وهبط منه خميره، وهذه النوبه الثانيه كما كتشوفوا. تبارك الله راه كيتضاعف الحجم ديالو. ها راه بلا عجين بلا والو، خلطوا العجينه وخليوها. ها نتوما كتشوفوا ها من بعد ضربتو قبيله بحال هيدا، ضرب واحد الضغط هذا. ها نتوما كتشوفوا الشفنج. هذه هي العجينه ديال الشفنج ساهل ماهل. هو هي ملي كيرتاح وملي كيخمر ويعاود، هذاك هو السر ديالو. دابا غادي نبدا نطيبو ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا هذاك الشفنج ديالنا راه كيجي زوين. هذيك درتها دابا هذيك الاولى. دائما كما كنقول لكم جوج مقالين. ها نتوما كتشوفوا انا درت هذه الزركانه وهذه غادي نطيبوها. كيجي بحال الشفنج ديال الشكلاج ومصوب في الدار وعارفين شنو دايرين فيه. ها انتما كتشوفوا حاولوا تلعبوا بها كيف ما بغيتوا. ها انتما كتشوفوا وهذا هو الشفنج ديالنا. ها انتما كتشوفوا راه كيجي ما نقول لكمش عليه. جربوا وردوا عليا الخبر ساهل ماهل. الشفنج ديالي نتوما كتشوفوا هذه الاخرى
صغيوره. وهادو كما كتشوفوا دابا غادي نقلبهم. سمحوا لي راني شاده بيد وغادي نقلب بيد. ايوا كتشوفوا كيف طبق، راه كيجي صراحه شحال ولا اروع. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. الشفن ديالي بعد ما كيوجد راه كيجي على هذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا، كيجي ولا اروع. ها نتوما كتشوفوا راه كيجي خفيف وكيجي لذيذ واحسن من ديال الشفناج وشي حاجه اللي الواحد دارها في دارو. ودابا غادي نفتح لكم تشوفوا بسم الله. نتوما كتشوفوا كيجي، انا قلت لكم احسن من ديال الشفناج ما شاء الله. ها نتوما كتشوفوا ما كيشربش الزيت وكيجي زوين الصراحه وكيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ودائما فضلا ليس امرا اللايك تعليق ابوني باش يبقى يوصلكم كل شيء. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده، وحتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي، وباي باي. خليت لكم الراحه والهنا.